السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة ممكن يكون موضوع بيتعرض له ناس كتيرة قوي. ان انت بتركب مواصلات عامة. المواصلات العامة دي بيصادفك ناس معاك في المواصلات، اول ما بيركبهم يفتحوا تليفوناتهم ودودودودودودودود المواصلة بقى. انت راكب ساعة نص ساعة انت وحظك، على قد الوقت اللي انت هتاخده وبتقعد فيه على قد الصداع اللي يوصلك. مواضيع بيوت، اسرار، صوت عالي، نرفزة، خناق، عيد ميلاد، طهور، اي حاجة اي حاجة بيتكلموا في اي حاجة. مفيش محظورات خالص. مفيش الناس انا راكبة مع مين. حضرتك يا حبيبتي اللي بتركبي المواصلات، انتي راكبة مع حد غريب او راكبة مع حد مش عربية سيادتك حضرتك اللي انتي بتركبي معاها دي، او اللي انتي بتركبي فيها مش بتاعتك، وانتي مش حرة فيها لوحدك. انتي هنا في ناس معاكي انتي راكبة عندهم، فلازم تعملي حسابهم. انا بقول للسواق الله يكون في عونك، ما انا ست اهو، بس بعاني من المشكله دي. انا اول ما ولا بحب ارد على تليفونات قال انا وصلت او انا جيت او انا راكبه او انا جايه بس، وصوت واطي كده وانتهينا. دي حريه الناس، ان انت تحكي حواديتك، انت تتسلى ليه عشان توصل للمسافه بتاعتك، تصدع لا اله الا الله. والمواضيع كده عادي والاسرار عادي والدنيا عادي. يعني مشاع، وبيقولوا النت مشاع، احنا في العربيات مشاع. الحاجة التانية برضو واللي تضايق اكتر، ان انت وانت بتتكلم ممكن ان انا بحب اقرا القرآن وانا بفتح التليفون واقرا القرآن نظر كده واشوفه، يروح واحد جنبك فاتح لك اغاني مهرجانات. عجبه حضرتك عايز تسمع اغاني مهرجانات، حط في اختراع اسمه السماعة، حط السماعة في ودنك واسمع اللي انت عايزه. حريتك تقف، حريتك تتوقف عند حرية الاخرين، محدش يتعدى على حرية حد. فين الدين يا جماعة؟ الدين مش لبس بس وخلاص، الدين ان انت تحس بغيرك، ان انت تعذر غيرك، ان انت تخلي بالك من غيرك. ابسط الامور، انتوا بتقعوا في محاذير كتير 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 من غير ما تحسوا. يا رب اكون وفقت ان انا اقول لكم للستات وللرجالة. الستات بلاش الرغي كتير في التليفون والصوت العالي واسرار بيتك تكون على المشاع. ما تصدعيش الناس اللي جاي من شغلها ولا اللي تعبانه ولا اللي راح الدكتور ولا اللي جاي من عند الدكتور. نعذر غيرنا، واسرار بيتك احتفظي بيها لنفسك. عايزه تتكلمي لما توصلي بيتك اتكلمي زي ما انت عايزه. وللرجاله بلاش المهرجانات والاغاني اللي انت بتسمع غيرك بيها غصب عنهم. كل واحد حر يا جماعه يسمع اللي عايزه، كل واحد حر يسمع اللي عايزه، بس لوحده ما يسمعش الناس التانية معاه. ودي مش عربية سيادتك او عربية حضرتك ان انتي تبقي حرة فيها، دي عربية الناس كلها اللي راكبة. يا رب يا رب اكون وفقت. والفت نظركم ان في سلبية كبيرة 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 كلنا بنقع فيها، بس انا والله ما بعمل كده، عشان كده مش قادرة اقول انا بتضايق من اللي بيعمل كده. فحاولوا بقدر الامكان نخلي بالنا عشان محدش يدي علينا واحنا نازلين.